هذا يقول كان تاجر في ذاك الوقت، كان تاجر، اموره المادية جيدة جدا، عنده اب، عنده اخوة، عنده زوجة، عنده اولاد، عنده ام عجوز مريضة. هذا التاجر مدلل كل هاي الوادم الداير مدايره، مدلل ابوه تارس جيبه فلوس، ومدلل اولاده وتارس جيبهم فلوس، ومدلل اخوته وتارس جيبهم فلوس، ومزوجهم وتعبان عليهم، وزوجته شو تقول ام فلان يقولها صار، وامه مريضه شويه مقرمه شامرها على شربايه ويا دوب يوصل لها الطعام. يقول كان هذا التاجر بيته على بحر، وشغله بتجاره السفن بالبحر. يقول يوم من الايام كان قاعد، لكن هذا التاجر شوفوا اخواني، هذا التاجر تقول الروايه كان لا يصلي ولا يصوم، ما يندل الله وين، فهذا فلوسه هواي صلاه ما يصلي. اجى واحد من جماعته، ابو فلان انت ليش ما تصلي؟ قال له ما محتاج، فلوس عندي وخير وكذا. قال له والله كلها ما تفيدك، ليش ما تصلي؟ شنو ما يفيدني؟ عمي انا كل شيء عندي، ايش عندي بالصلاه؟ المهم صار تختصر لك بالكلام. قال له وداعتك الداير مدايرك كلهم ما يفيدوك، وداعتك اذا غمضت عينك، ايش قد عمرك انت؟ 60 70 80 سنه، انت يصحوا لك فلان، اذا متت وحطوك بالتابوت صاحوا لك جنازه، والله اسمك ينسي بدقيقه، ولا قوم قدم روحك. قال له لا بس انا ابوي يحبني، اخوتي يحبوني، ما اعرف ايش. قال له قوم اراويك، تفضل، هذا تابوت وذولا حمالين، راح انيمك بالتابوت وانت تعال اسمع بذانك. بس استحسن الفكره، قال هم خلي اشيك ربعي لأنا تارس حلوقه. حطوا بالتابوت شالوه. اول ما بلشوا بالاب، قال له لابنك مات. قالت اهل البصره ثغبوا الابو، لطم بكى ما اعرف شنو. قال لهم فتح التابوت خلي اشوف اخر نظره لابني. قال له لا هي ما تفيدك. قال لهم ليش؟ هذا صاحب المصلح. قال له لانه ابنك ما مصلي والله مسلط عليه ثعبان مدده بصفه، وخاف الثعبان تلدغك. بس انا اقول لك من مات ابنك انا سمعت هاتف، هالشكل الاختبار هو صح كذب بس الاختبار. قال له سمعت هاتف انك تمد ايدك وتلزم رجل ابنك وتدعو الله ينطي من عمرك على عمره، يرجع ابنك يعدل ويصلي ويستغفر ربه ويصير خوش ادمي. قال له واني اطي على عمره ليش؟ هو مات بعد، خذوا لي القبر شوفونا شر. هذا اول واحد ابو فلوس الابو. ويصيح لاخوته، اجوا الاخوه خلي يا اخويا ولطمه، خلينا نشوف اخونا. هم قال لهم نفس الكلام. واخوان، الله يرحم هذا الشاعر، واخوان اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي، وخلتهم سهاما قاتلات فراموها ولكن في فؤادي. دول الاخوه بعض من عندهم. تعال بوي هذا خيكم، خلينا نشوفه. هم قال لهم حيا وحط ايديكم على رجله وياخذ من. قال له والله ما اطي من عمري دقيقه. قال له ابوي مو هذا تارس حلقك ومزوجك فاتح لك بيت وتعبان عليك؟ قال له والله ربع ساعه ما اطي من عمري، روحوا دفنوا جفونا شر. الاخ يسمع، اجوا الاولاد، الاخ بالتابوت، يلا بلكي اولادي ما يفشلون يطلعون بيهم حظ. يلا ابوي شو تقولوا لابوكم؟ ابوي ابونا خلص بعد سياره وخلص بنزينها، زين ما بعد خلص عطس ذبوا شمروا سكافه جلدتوا، بعد ما بقت غير بس الزوجة عشرة العمر. قال بلكي هاي زوجتي. الزوجة قالت وانا حط ايدي على رجله واطي من عمري 5 دقائق ما اطي، انتم مدوخينا عليه من ردوا روحوا دفنوا خيولي. بقت الام، جابوا المسكينة شايليها، الله يرحم امهاتكم ويحفظ الطيبات العدلات منهن. جابوا الام شايليها، قالوا لها احنا ندري هذا ما كان بار بيك عدل، مو زين وياك، واحنا ندري مو خوش داق بيش دق هذا ابنك، شامرك بغرفه وذابك بعيد ومقصر بحقك، بس احنا نقول ابنك مات وهسه الحياه بصفه، تحطين ايدك وتطي من عمرك. قالت اي والله اطي من عمري. تطي من عمرك؟ اي اطي من عمري. قالوا لها عجيب شلون تطي من عمرك وهو مقصر بحقك؟ قالت والله انطي من عمري، هذا ابني انا اللي حملته باحشائي، هذا اللي غذيته من دمي، هذا اللي رضعته من قلبي،
حتى لو كان مو زين وياي انا برية الذمة عنه، ابدا بريئة الذمة، واجي اخلي ايدي على هذا ادرك ان امه مفتاح الجنة وصلاته طريقه الى الله، كل شيء ما يفيده غير صلاته وامه.